طب من اللي فيه هناك؟ فيه الشيف. اهلا يا شيف، كيف حالك؟ طيبين؟ هذا مو طربوش. هذا طربوش سوري. بالله هذا طربوش سوري. وش يفرق؟ خلينا نشوف الفرق. هذا طربوش مغربي وهذا طربوش سوري، وش اللي يفرق؟ اللون بس؟ والحجم. والله معلومة جديدة. اوه لا تغيرت الحين. والله هو اخوه يا شيف. والله يفرق. ايه بس يفرق عنده، شوف الطول هذا طويل. طيب وش عندنا اليوم؟ عندنا كسكسي مغربي ولحم بالبرقوق، دجاج محمر، رفيسه مغربيه. الرفيسه شو مكوناتها؟ الرفيسه زي المرقوق عندكم. عرفت؟ بيكون عليها يعني خبز محمص ومقطع وعليه مرق الدجاج بالعدس. وبهارات خاصه. كم عندنا من طبق اليوم؟ 5 طبق. الله يعطيك الف عافيه، متحمسين يا شيف. هذا وشو؟ انا قلت لنا هذا الكسكسي صح؟ هذا الكسكسي. تبي ينطبخ على البخار. الحين خلينا ينطبق على البخار. اللي تحت هنا وش؟ يستوي عند هاي. هو بيكون فيه مرق حقه بيطلع مع البخار حق المرق. او تبخير من تحت. هذا اللي تحت وش فيه هنا؟ المرق. مرق وشو؟ المرق حقه اللي هو خضار واللحم. يعني هنا في خضار ولحم الحين. في خضار ولحم. وهذا القدر مفتوح من تحت. مفتوح من تحت يطلع زي المرقوق. زي الشاف. زي ايش تقول؟ عشان اشرح لك. قدر المنت. ايه قدر المنت. هذا من تحت زي كذا شبك. ايه محطوط فوق، عرفت؟ قارن الرقه والخضار يطلع الان يطبخ الكسكسي. على الهادي يعني شيء على الراي. عام الراي يعني. وهنا ايش؟ هذا برقوق. برقوق مجفف وهذا مش مجفف. والغدا اليوم الساعه كم تقريبا؟ 2:30 جاهز. الله يعطيك الف عافيه يا شيف. موال حزين يقطع قلبي بزاف. يبا غادي العلوة عصيك معنا الله معنا اخوي ابكي